وانا كنظن اخوان هذا التقدم والبنيه التحتيه الزوينه وهذا النظام اللي كاين في المغرب وهذه الانجازات اللي كتحقق مؤخرا في المملكه المغربيه هي سبب المشاكل بين الجزائر والمغرب. ما كاين لا صحراء لا والو. بالنسبه للصحراء عارفينها هما ملي هي مغربيه 100% ومتاكدين منها وعارفين باللي القضيه تحسمات والدليل انتم كتشوفوا اكبر الدول العالميه كتدعم القضيه الوطنيه. صافي مبقى في يدهم والو، بقى في يدهم غير الحقد والحسد وهادشي اللي ولينا كنشوفوا منهم. هو انتم كتشوفوا اخوان الاعلام الرسمي ديالهم شنو كيقول على المغرب؟ ما كيبينش شي حاجه اللي هي زوينه على المغرب نهائيا، يعني خايب لا الاعلام ديالهم ولا الحكومه ديالهم. الله يهديهم علينا. هادشي اللي كاين وما يحققوا حتى شي حاجه بالمغرب. المغرب في الصحراء ديالو والصحراء في المغرب ديالها، وتبقى دائما ان شاء الله ما يصوروا حتى شي حاجه. هو هادشي اللي كنشوفوا الصوره اخوان هو سبب المشاكل. التقدم كامل هو اللي كيخليهم يمرضوا مساكين. الله يحفظ بلادنا والله يحفظ ملكنا. لأول مرة في تاريخ كأس إفريقيا جميع المنتخبات ستقيم في فنادق 5 نجوم وقصور فخمة. إليكم أسماء الفنادق الخاصة لإقامة المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا 2025 بالمغرب. المنتخب السنغالي سيقيم في فندق فيرمونت قصر التازي بمدينة طنجة عروس الشمال. المنتخب المصري سيقيم خلال كأس إفريقيا في فندق فيرمونت خليج تغازوت مدينة أكادير عاصمة سوس. المنتخب المغربي سيقيم خلال كأس إفريقيا في أحد أكبر المجمعات الرياضية مركز محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا. المنتخب الجزائري خلال كأس إفريقيا سيقيم في فندق داوليز الفاخر بالعاصمة الرباط. المنتخب التونسي خلال كأس إفريقيا سيقيم في فندق كونراد الرباط أرزان الفاخر. الأبون خلال كأس إفريقيا سيقيم في فندق هيلتون تغازوت مدينة أكادير. ساحل العاج سيقيم في فندق حياة بارك بمدينة مراكش الحمراء عاصمة السياحة المغربية. منتخب الكونغو الديمقراطية سيقيم في أفخم فنادق العاصمة الرباط فندق ريتز كارلتون.